حاجات محدش قالك عليها بتكون سبب فشلك في الدايت، واخر حاجه ما تعملهاش عشان هي بتكون سبب كل حاجه. انا ابراهيم سيد، اخصائي تغذيه، ويلا بينا اقول لك ايه هي الحاجات دي. اول حاجه الحرمان، لانه بيخليك طول الوقت عمال تقاوم في الجوع، وبالتالي بيجي عليك وقت بقى بتنفجر بتاكل اي حاجه قدامك وبكميات اكتر من اللي كنت بتاكلها قبل كده. عرفت بقى ليه ساعات بيجي عليك وقت تحس ان انت عايز تاكل اي حاجه؟ تاني حاجه بقى اللي انت فعلا بتبقى عامل عجز سعرات، بس الاكل اللي انت بتاكله نفسه بيكون فقير في العناصر الغذائيه، يعني مقضيها شيبسي وبيبسي وحلويات، سايب الحاجات المهمه زي البروتين والكارب والفات، هيلث فات طبعا، ها. وده اللي بيخليك دايما حاسس ان انت جعان مع ان سعراتك مظبوطه. تالت حاجة بقى لو سمحت ما تنساش تشرب مية من 2 ل 3 لتر. رابع حاجة بقى ناوي امتى تنام بدري وتبطل سهر، لأن السهر وقلة النوم ده من أكتر الحاجات اللي بتبوظ الدايت، وأقل حاجة منهم إن أنت لما بتيجي تاكل بالليل بتاكل وتنام، فالجهاز الهضمي في ذمة الله. آخر حاجة بقى لو سمحت ما تعتمدش على إرادتك، إن أنت ما تحاولش يكون عندك في البيت مثلا حلويات أو سكريات أو حاجات من الفرن، أو مثلا تاخد فلوس معاك وأنت خارج وعارف إن أنت هتبوظ الدنيا بس تقول لأ أنا مش هجيب حاجة. فلو اعتمدت على الاراده بتاعتك كل سنه وانت طيب بقى كده، انا اطمنت ان الدايت في ذمه الله خالص. قول لي بقى في الكومنت انت كنت بتعمل انهي غلط في دول. لو استفدت ما تنساش تعمل لايك وفولو. سلام.